هو ايه السر ورا ظاهرة بتحول القمر الأبيض الهادي لقمر أحمر ساطع وكأنه لوحة فنية مرسومة كده في قلب السماء، وبتخلينا كل ما نشوفه نقول سبحان الله سبحان الخالق. الفكرة دي بتودينا لعالم تاني خالص، من الغموض وعالم من الجمال وكمان عالم من الفلك. كلنا بنبص للسماء بالليل بنشوف القمر في مراحل مختلفة، لكن لما بنشوف الظاهرة النادرة دي زي القمر الدموي أو القمر الأحمر بنحس إنها بتشدنا وبتخلينا نفكر في عظمة الكون أو عظمة الخالق. النهاردة جايين نغوص فكرة القمر الدموي كده، اللي هي ظاهرة سماوية كده بتثير الدهشة في عقول العالم كله، والناس كلها على مستوى العالم مستنياها بفارغ الصبر، ونكتشف ايه اللي بيخلي القمر ده يتغير لونه بالشكل ده، وازاي نقدر نراقب الظاهرة دي ونفهمها كويس قوي، وايه الاساطير اللي ارتبط بيها عبر التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة احنا كبشر بننبهر دايما بالظواهر الطبيعية الغريبة، لكن ظاهرة القمر الدموي دي ليها سحر خاص كده، بتجمع بين الجمال وبين الغموض، وبتخلينا نحس ان الكون اكبر بكتير من اللي بنشوفه بعينينا. الظاهرة دي هتحصل النهاردة ان شاء الله، ومهم جدا اننا نفهمها من منظور علمي علشان نقدر نستمتع بيها بشكل كامل. طب يلا بينا نفهم أكتر عن الظاهرة دي. القمر الدموي أو القمر الأحمر أو حتى الخسوف الكلي للقمر كلها أسماء لظاهرة واحدة بتشد الانتباه. الظاهرة دي بتحصل لما الأرض والقمر والشمس بيكونوا على خط مستقيم واحد، والأرض بتكون في النص. في الحالة دي الأرض بتمنع ضوء الشمس إن هو يوصل للقمر، وده اللي بنسميه خسوف القمر. لكن لسه ما جاوبناش على السؤال الأهم في الحلقة النهاردة: ليه لونه بيتحول للون الأحمر؟ وده سؤال ممتاز جدا وهو عنوان الحلقة. السبب مش ان القمر بيطلع منه دم، لأ زي الاسباب اللي احنا بنفهمها للاطفال. السبب علمي جدا. لما بيحصل خسوف للقمر ما بياخدش اي ضوء مباشر من الشمس، لكن الغلاف الجوي للارض بيلعب دور مهم جدا. الغلاف الجوي بيشتت معظم الالوان من ضوء الشمس، لكنه بيسمح للضوء الاحمر والاصفر من انهم يعدوا. الضوء الاحمر ده بيمشي في الغلاف الجوي للارض وبينحني وبيوصل للقمر وبيخلي لونه يظهر كده لون أحمر أو حتى لون برتقالي يعني. ببساطة اللي بنشوفه ده هو ظل الأرض على القمر، لكن باللون الأحمر اللي بينفذ من خلال الغلاف الجوي. مرحلة الخسوف دي أو مرحلة اسمها شبه الظل. في المرحلة دي القمر بيدخل في الجزء الخارجي أو الخافت لظل الأرض، وممكن يكون التغير في لونه مش واضح جدا يعني. مرحلة الخسوف الجزئي: القمر بيبدأ يدخل في الجزء الداخلي لظل الأرض وبيبدأ لونه يتغير تدريجيا. ومرحلة الخسوف الكلي اللي هي مرحلة القمر الدموي: القمر كله بيكون داخل ظل الأرض وهنا بيكون لونه أحمر بوضوح، والظاهرة دي هي اللي هنستناها بالليل. مرحلة العودة: وأخيرا القمر بيبدأ يتحرك بعيد عن ظل الأرض وبيرجع تدريجيا للونه الطبيعي. الخرافات بقى والأساطير: القصص دي ارتبطت بالقمر الأحمر. يعني مثلا على عبر التاريخ الناس كلها بتخاف من ظاهرة القمر الدموي دي، وكان الاعتقاد السائد ساعتها في كتير من الحضارات إنها علامة على شيء سيء هيحصل زي الحروب أو المجاعة أو حتى نهاية العالم، وده بسبب اللون الأحمر اللي كان بيترجم على إنه دم. في الحضارات القديمة كان بيعتقد إن القمر بيتم أكله أو الهجوم عليه من كائنات شريرة. في حضارة المايا كانوا بيخافوا من الكسوف وكانوا بيعتقدوا إن القمر بيتم ابتلاعه. في العصور الوسطى كان بيتم ربط الظاهرة دي بنهاية العالم، وكانت بتثير رعب عند الناس. لكن النهاردة بفضل العلم بنعرف إن الظاهرة دي طبيعية تماما ومفيش أي حاجة تخوف منها، بل بالعكس هي فرصة كبيرة جدا وجميلة للتأمل في عظمة الخالق سبحان الله. طيب ازاي نقدر بقى نستمتع بالظاهرة دي؟ علشان نقدر نستمتع بظاهرة القمر الدموي دي النهاردة مفيش اي حاجة صعبة محتاجين ان احنا نعملها. المكان: دور على اي مكان مظلم كده بعيد عن اضواء المدينة علشان تقدر تشوف القمر بوضوح. يعني مثلا لو ما عندكش بلكونة، ضلم الدنيا مثلا في الصالة، وقف في الشباك واتفرج. الضلمة هتعمل لك جو متعة كده وجو روعة.
والوقت خليك عارف الوقت اللي هتبدأ فيه الظاهرة في منطقتك، لأن كل وقت وكل منطقة بتختلف عن المنطقة التانية. وهقول لك طبعا الادوات، احنا مش داخلين نعمل تجربة علمية، مفيش اي ادوات خالص محتاجها عشان تقدر تشوف الظاهرة دي بعينك المجردة. لو معاك تلسكوب او منظار ده هيكون ممتاز جدا علشان تشوف التفاصيل والصور. بقى لو معاك كاميرا احترافية او حتى موبايل فيه كاميرا كويسة ممكن تصور الظاهرة دي لانها فرصة حلوة جدا للصور الفلكية. وخليني أقولك في النهاية إن ظاهرة القمر الدموي دي مش مجرد حدث فلكي نادر، هي كمان دعوة لينا كلنا تتأمل، ودعوة إن إحنا نفكر في عظمة الخالق سبحان الله. ولما نبص إن شاء الله النهاردة في القمر الدموي خلينا نفتكر ونقول سبحان الله على خلقه، سبحان الله في دقة النظام الشمسي، في الجمال اللي بيظهر حتى في أحلى اللحظات. هي بتفكرنا إن العالم حوالينا مليان أسرار ومحتاجين بس نرفع راسنا لفوق علشان نشوفها. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، إيه رأيكم في ظاهرة القمر الدموي دي؟ وهل ناويين تشوفوه النهاردة ولا هتكسلوا تدخلوا تناموا؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي لأكبر عدد من الناس. وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا من اللي فاتت. أتمنى من الله عز وجل إن هي تفيدكم، ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.